قبل ما ننزل نصور الفيديو احب اوضح حاجة مهمة جدا. الفيديو ده والفيديو اللي قبله مش معمولين عشان يقدموا محتوى مثالي. صورت بدون سكريبت وبدون ترتيب وفي عشوائية شوية في التصوير وفي الكلام، بس ده مقصود. انا مش داخل التحدي دوت عشان اكون يوتيوبر فجأة ولا علشان اطلع بافضل شكل، انا داخله علشان اطلع نفسي بره منطقة الراحة. كل اللي هتشوفه في الفيديو دوت واللي شفته في الفيديو اللي قبله هي تجربة حقيقية وكلام طالع في لحظته واخطاء بتتسجل قدامكم. الهدف الاساسي في السلسلة اللي انا بصورها دي وهي ان اتعود على التصوير اكتر وان اتعلم وان افضل مستمر في التصوير بدون تقطيع. مش عايز افضل مستني اللحظة المثالية علشان ابدأ، ومش عايز افضل اكمل تأجيل وافضل اأجل. عايز اتحرك وابدأ واخد خبرة في التصوير خطوة خطوة. الفيديوهات دي هي جزء من رحلة تغيير انا بعيشها وبشاركها معاكم هنا على اليوتيوب، ويمكن بعد فترة اقدم محتوى احسن بكتير يكون مرتب اكتر ويبقى اوضح اكتر. بس البداية اللي انا بدأت بيها دي لازم تكون بداية صادقة مع نفسي ومعاكم، علشان احنا لسه في اول المشوار والطريق فعلا لسه طويل جدا. يلا بينا. اهلا بكم في اليوم الثاني من تحدي خروج من منطقة الراحة. النهارده قابل واحد صاحبي عايز اتكلم معاه في نفس الموضوع الفيديو النهارده. المحطة اللي انا فيها دي اسمها يني بوسنا، محطة مركزية شوية فيها مترو وفيها متروبوس وفيها موقف للباصات تقريبا بيوصل لاسطنبول كلها. بحاول ان انا اعيشكم معايا اسطنبول السكنية مش اسطنبول السياحية، اسطنبول اللي الناس عايشة فيها حياتها. امبارح كنت بصور بالمايك علشان كده هتلاحظوا ان الصوت مختلف ما بين تاني يوم واول يوم. بنجرب ونشوف هنوصل ليه. اي حد عايز يخرج من منطقة راحته لازم يعمل حاجات هو مش متعود ان هو يعملها، وكل اللي حواليه مش متعودين ان هم يشوفوه بالشكل ده، بالحياة الغريبة اللي هو بيعملها. وانا بعمل ده دلوقتي عشان اخرج من منطقة راحتي وعلشان اغير حياتي. شوارع يني بوسنا العجيبة، منطقة ضيقة جدا، البيوت كلها لازقة في بعضها بس عائلية جميلة. هلو برو. هلو جو برو. هلا عامل ايه؟ عامل جو إيه؟ برد. جو تلج. معايا ومعاكم صديقي العزيز احمد عبد الناصر. انا بصور فيديو النهارده عن الخروج من منطقة الراحة. كل واحد مننا بيعيش حياته في منطقة راحته اللي هو اتعود عليها واللي هو اتأقلم عليها وخلاص يعني حبها ومش عايز يخرج منها. فالفكرة كلها ان انت ازاي تخرج نفسك من المشكلة دي، لان انا شايف ان هي مشكلة. ليه؟ علشان هي راحة مؤقتة والوقت بياخدك وبيسرقك سنين طويلة، يبقى عندك 40-50 سنة يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحة والعمر. بتكتشف وقتها ان انت وصلت المشكلة ومش عارف اصلا تصلحها. ما خلاص انت
عشت السنين دي كلها في المنطقة الراحة اللي انت ما حاولتش ان انت تخرج منها. فعلشان كده انا قررت من امبارح ان انا اصور فيديو ان انا اخرج من منطقة راحتي واصور عن الموضوع ده. فانا جيت اسألك عشان اقولك ازاي تخرج من منطقة راحتك. هل انت اصلا في منطقة راحة ولا لا؟ ولو انت في منطقة راحة هل حاولت ان انت تخرج منها ولا لا؟ وطبعا انا بشوف منطقة الراحة دي موجودة في حياة كل واحد فينا. تحس ان في جانب كده معين بيعتبره منطقة راحة، ولكن بغض النظر هو في سلبيات في ايجابيات. انت تقدر تحكم في الحتة دي، او كل واحد هو شخصه يحكم فيها. ولكن منطقة الراحة فعلا اوقات كتير بيبقى يجب من التغيير، تاخد خطوة. وانا حاولت كتير حاجات كتير ان انا اخرج من منطقة الراحة وفشلت. في حاجات فشلت وفي حاجات نجحت منها. انا فشلت كتير. انا كذلك. موضوع التصوير ده بالنسبة لي انا اجلت فيه كتير جدا بسبب ان انا بخاف ان انا اصور في وسط الناس، بخاف ان انا اخرج من منطقة راحتي دي. مش متعود على حاجة ان انا امشي في وسط الناس كده واصور بالكاميرا وان انا اتكلم في وسط الناس عادي كده. دايما كان بيبقى فيه رهبة من ده. فانا في الفيديو ده خرجت يعني من المنطقة دي، بحاول ان انا اخرج منها. بس فدي من الحاجات اللي هي فعلا عطلتني جدا فيها، ولكن قلت لنفسي لا كفاية. هو هنا الجميل في الموضوع ان انت بتاخد القرار. مادام خدت القرار خلاص. يعني اللي فات ده انا بشوف ان انت الوقوف عنده كتير اساسا عطلة، يعني بيعطلك. لو كان في فرصة تبدأ من دلوقتي لا هتتأخر لبكرة وهكذا. التأجيل ده بالظبط، والتسويف مشكلة. شكرا لصديقي أحمد على الكلمتين الحلوين دول. Kültür Üniversitesi 146 Togasköy Mahallesi Bahçeşehir. بقيت أفتح الكاميرا قدام الناس وأصور عادي ولا أي مشكلة، عادي. الناس مش هتركز في عقلي دايما ان الناس كلها بتبصلي، الكون كله متمحور عليا انا، كل الناس عيونها عليا. ده اللي كان في بالي. ولكن من تاني يوم اكيد طبعا الموضوع لسه موجود ولسه فيه توتر، ولكن هو اقل كتير عن الاول. وده اللي انا طلعت بيه من اليومين دول. تخيل بقى ان انا افضل كده كل يوم لمدة سنة، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ حد هنا وصلنا لاخر الفيديو. احب اشكركم جدا على المشاهدة. احب جدا ان انتوا تشجعوني وتقولوا لي ارائكم في التعليقات تحت عشان نشارك بعض التغيير ان شاء الله. لسه نازل من الشغل ولقيت المنظر ده قدامي. واحنا هنا كمان في منطقة ما بينزلش فيها التلج اوي. خلينا نشوف لما نوصل للمحطة اللي انا ساكن فيها بيكون فيها التلج باين اوي. خلينا نشوف هتبقى عاملة ازاي. نشوف بقى المنطقة عندي عاملة ازاي. شو قلت لكم؟ محبش التلج.